ازيكم حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم وصفه حلوه قوي من جمالها، مش هتبطلوا تعملوها. انا عملتها مره ويا ريتني ما كنت عملتها. من جمالها بيطلبوها مني على طول. هنعمل النهارده صينيه جلاش، ومش هنقول باللحمه المفرومه، هنقول بحشوه خطيره اجمل بكتير من اللحمه المفرومه. بس قبل ما نبدا وصفتنا اعرفكم نفسي، انا اسمي مريم ودي قناتي. اتمنى اللي ما عملش اشتراك للقناه يشرفني بالاشتراك، ولايك كده بايديكم الحلوه، وتعليق ده شيء بيسعدني جدا. يلا بقى بينا نسمي الله ونبدا ونشوف هنعمل الجمال ده مع بعض ازاي. اول حاجه هنجيب كده بوله وننزل بكوبايتين من الميه. وهنا الميه اللي انا بستخدمها ميه من الحنفيه خالص، اللي هي العاديه، لا سخنه ولا اي حاجه. هنزل بعد كده بمعلقه من البيكنج باودر، معلقه من الملح، ومعلقه كمان من الفلفل الاسمر، ومكعبين من المرقه، عشان طبعا التشريبه دي صيامي فبنطعمها بيديها طعم حلو. كمان هنزل بمعلقتين كبار من الزيت واقلب كل الكلام ده مع بعضه. دي التشريبه اللي احنا هنستخدمها في وصفتنا النهارده. بعد ما قلبناها كويس اوي هركنها بقى على جنب. تاني خطوة هنروح على البوتاجاز، نحط كده مقلايتنا حلوة على النار، ونحط كده شوية من الزيت، يعني ربع كوباية من الزيت. وهنزل بالبصلتين يكونوا متقطعين قطع صغيرة خالص، وهرش عليهم معلقتين من صغيرين من السكر، علشان أنا محتاجة أكرمل البصل ده. شايفين الكرمل وبقى لونه تحفة، لونه جميل جدا. بعد كده عندي 3 حبات من البطاطس، هقطعهم مكعبات صغيرة جدا، وانزل بيهم على البصل بعد ما اتكرمل وخد اللون الذهبي الجميل. بعد كده هقلب الكلام ده مع بعض، أو اقلب في البطاطس عشان انا عايزاها تكون مستوية ما تكونش نية. شايفين خدت برضو البطاطس اللون الحلو ده. اكون انا محضرة في الوقت ده فلفل متقطعاه قطع صغيرة، لو موجود فلفل الوان خير وبركه. طب مش موجود غير الفلفل الاخضر زي حالاتي كده، هستخدمه مفيش اي مشكله. وافضل كده اقلب البطاطس مع البصل مع الفلفل لغايه ما احس ان خلاص المكونات اندمجت مع بعض وشربت الزيت وخلاص ما فيهاش اي حاجه. عندي هنا الطماطم بس مش هحطها الوقت. هنيجي بقى للصينية، هنا كده مسحة حلوة من الزيت والتشريبة جنب مني. هجيب بقى الجلاش الحلو اللي احنا بنشتغل بيه، هحط ورقتين. كل ما احط ورقتين زي كده بدينهم من التشريبة اللي احنا كنا حضرناها مع بعض. ورقتين ورقتين احطهم وادينهم كويس اوي. تمام. بعد ما دهنتهم كده اجيب كمان ورقتين وابتدي احطهم فوقيهم لغايه ما اخلص نص الباكو، او نص الجلاش اللي انا بشتغل بيه. هقسمه نصين، هخلص النص الاولاني كل ما احط 2 اديلهم بالتشريبه لغايه ما الكميه تخلص. بعد كده بقى احط الحشوه. تمام. دي الحشوة اللي احنا كنا حضرناها مع بعض. وقلت لكم اللي هو ناقص الطماطم. بعد ما بردت خالص احط الطماطم كده تدينا تطعيمة حلوة مش اكتر. انا ما حطيتش الطماطم ليه على النار عشان ما احسش انها استوت، بتبقى مهرية كده بتدي طعم مش حلو. احط بقى دلوقتي بعد ما الحشوة بردت الطماطم واقلبها كويس. وبعد كده انا خلصت نص كمية الجلاش، هبتدي بقى انزل بكل الحشوة اللي انا عملتها. تمام. شايفين الحشوة بردت عندنا وبقت تمام مية مية. شايفين قد ايه عملت كده شوية شوية حلوين. تمام. بعد ما نزلت بكل الحشوة ابتدي افردها واسويها. لازم نسويها كده كويس قوي. شايفين ملت الصينية بسم الله ما شاء الله، وشكلها جميل جدا وريحتها حلوة قوي. هرجع تاني للجلاش بتاعنا واحط ورقتين، وكل ما احط ورقتين ادهنهم لغاية الكمية كلها ما تخلص. طبعا لو الورقة حسيت انها طويلة او حاجة اتنيها مفيش مشكلة. بس كده بندهن بقى ايه بالتشريبة برضو لغاية ما الكمية زي ما قلت لكم تخلص بالشكل ده كده. نرجع نحط ورقتين كمان. انا ما فصلتش الفيديو، حبيت اوريكم احنا بنحط ازاي وبندهن ازاي خطوة بخطوة كده. حبايب قلبي خلاص النص التاني خلص. هبتدي بقى قبل ما احط التشريبة او قبل ما اسيها
ببتدي أقطع الجلاش بالراحة كده عشان إيه ما يتلمش أو يتبهدل. بنقطعه كده بالراحة، بيتقطع معانا بمنتهى السهولة. شايفين؟ تقطعيه بقى مثلثات، تقطعيه مربعات، تقطعيه أي تقطيعة، مفيش أي مشكلة. بعد ما قطعناه كده بالشكل ده كده نبتدي بقى نسيب، لكن احنا بنفضل نقطعه في الأول، بيدينا نتيجة أفضل وأحسن. كده حبايبي خلاص أنا قطعته كله تمام. هبتدي بقى التشريبة اللي احنا كنا عملناها، هسقي بيها الجلاش كله. طبعا لو عندك فلفل مش أسمر، فلفل اللي هو الأبيض بيدينا نتيجة أفضل. كده حبايب قلبي الفرن شغلتها على 180 درجة، قعدت بالظبط تلت ساعة وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا مش قادرة أقول لكم بصراحة على ريحتها، ريحتها في منتهى الجمال، روعة روعة يعني. لو جربتوها مرة مش هتبطلوا تعملوها. في صيام بقى إفطار مش مشكلة، فمش مكتوب عليها صيام يعني، هي وجبة لذيذة جدا نباتي. لو في صيام ماشي، مفيش صيام ممكن برضه تتعمل لذيذة. شايفين قد إيه الحشوة وطرية جدا وناشفة من فوق، عايزة أقول لكم ناشفة جدا من فوق، مقرمشة جميلة كده وطرية جدا. شايفين من جوه حشوة لذيذة. وصفتنا حبايب قلبي خلصت، أتمنى أشوفكم بخير. باي باي.